ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كالعاده جاي لكم في اخر شهر من السنه، وهنزل لكم الفيديو ده في اخر يوم من السنه ان شاء الله، عشان كالعاده من 3 سنين اللي فاتوا ما بلحقش انزله في اول السنه. يعني بلم لكم كده الاحداث اللي بتحصل في اخر شهر تسليمات، وبقوم منزل لكم فيديو، وفي الاخر بقول لكم عام سعيد عليكم، يا رب السنه الجايه تبقى احلى بكتير من السنه اللي قبلها. ويعني ايه، ندخل بقى في الفيديو. غالبا هيبقى بقيته فويس اوفر وكده يعني، فما علينا. بس انا عايز اوريكم الوضع اللي انا فيه، عشان انا في تسليمات خلاص. احنا بنسلم يعني، مش محاضرات، احنا خلاص بنسلم. فانا بشتغل في 6 7 8 مشاريع في وقت واحد. والمحتوى اللي عايز اقوله في الموضوع ان انا ما كنتش بعرف اعمل ده في ال3 سنين اللي فاتوا. يعني انا من النوع اللي يعني مثلا عندنا مشروع تصميم لازم اخلصه. طب انا عطلت في جزء، بفضل مستني بفضل مستني اهي، وبعدين لحد ما الاقي اجابتي فيه، وده ما ينفعش. فطبعا انا بتعطل، ممكن اخد يوم ويومين قبل ما اخلص المشروع، وده ما ينفعش طبعا في كليتنا خالص. دلوقتي بقيت خلاص، انا عطلت في جزء، انا دخلت على اللي بعده. يعني انا عطلت في مشروعين، انا كنت خلصت 4 اللي هو انا خلاص فاضل لي تفنيشهم. انا يعني بقيت بشتغل في 4 في وقت واحد. عطلت في حاجات بس فيهم مستني اعرف اجابتهم، رحت دخلت في الاثنين التانيين، فكده ال6 كلهم شغالين مع بعض. فالموضوع ده يعني بنقله لكم ان هو بجد مهم جدا جدا. فتعالوا بقى نكمل الفيديو، وهنسافر سوا وكل حاجه. يلا. لو لسه ما عملتوش سبسكرايب انزلوا اعملوا دلوقتي، عشان انا بنزل فيديوهات مهمه. بعمل سلسله كامله عن الحفر الغائر، وان شاء الله ان شاء الله اول ما افضى هعمل عن الحفر البارز. وكمان بنزل في وقت القدرات بنزل فيديوهات فور فري خالص عن ازاي تنجحوا في الامتحان، وبنتابع مع بعض على الانستجرام. فانزلوا اعملوا سبسكرايب. هنا بقى بوريكم بقى الاحداث اللي بتحصل زي ما انتم شايفين كده قدامكم. قاعد بشتغل والاوضه متبهدله يمين وشمال، والوان في كل حته. وفي جزء مهم كنت عايز اوريه لكم، اللي هو بتاع اللي انا بخلط فيه على الباغه او على اي حاجه اللي هي الباغه دي. عشان اطلع اللون مظبوط، ويكون السيكنس بتاعه صح او السمك بتاعه مظبوط. اللي على فكره الطريقه دي احلى 100 مره من انكم تعملوها جوه باليت، وتقعدوا تقلبوا فيها كده دائريا. بصراحه لا، هو الباغه او او زجاج اي حاجه يعني تكون سطحها املس، لازم تخلطوا عليها الالوان. دي احسن طريقه تخلطوا بيها الالوان بجد، وخدوها عن تجربه. انا اصلا فجاه اشتغلت جواش وانا مش متعود اشتغل بيه اصلا، يعني احنا مش بنستخدمه كتير قوي في تصميمات، لكن انا عشان بحبه اشتغلت بيه. وبالمناسبه الالوان دي من الواني على فكره، في حاجات من الواني وحاجات من الوان تانية. هنا بقى في الوقت ده انا كنت بعمل اخر سكتش خلاص، عشان يعني خلاص احنا كنا هنا الصبح. انا المفروض ان انا يعني اسيبه عشان الحق اسافر بدري، والحق اوصل السكن بدري، والحق اكمله هناك بدري. بس انا قلت خلاص بقى في البيت، خلاص تاخير بتاخير. بس السفر بالليل بصراحه مش الطف حاجه خالص. المواصلات بتبقى ضعيفه وبنتاخر، والطريق زحمه، وكل الكلام ده بقى انتوا اكيد فاهمينه يعني. المهم يعني سافرت بقى. لا ما سافرتش لسه، ثواني. بعين حاجتي بقى عشان اسافر، لاني كنت خايف بجد انسى حاجه. انا بقالي 3 ايام قاعد بعمل في الكام ورقه اللي انتوا شايفينهم دول، اللي هي ممكن تكون حاجات ايه ده، ايه البساطه دي، ايه الاحجام الصغيره دي. بس بجد اخد وقت اني بعملهم بتركيز. ودي كانت مشاريع طرز، عشان انا زنقت نفسي فيهم بصراحه. يعني هو الغلطه من عندي، ودي حاجه انا مش متعود اعملها في نفسي اصلا. بس زنقت نفسي فيهم. يعني كل المشاريع عملتها في وقت واحد مع بعض. لا مش كلهم، بتاع 4 مشاريع ولا حاجه. والطريقه دي بجد يا جماعه بتاعت التودو ليست دي اهم حاجه ممكن تساعدكم على انكم تخلصوا اللي وراكم. وقلت كذا مره في الموضوع ده في الفيديوهات بتاعتي. انا هنا سافرت السكن، وعملت بقى الزنكايه. يعني انا كل ده في يوم واحد، وعملت الزنكايه، حفرتها ايتشنج. رحت بقى المطبعه قعدت اشتغل. انا هنا لسه بكمل حفر فيها، لاني ما لحقتش اخلصها امبارح بالليل، لان كان الموضوع بصراحه مرهق قوي. خلاص ما قدرتش يعني، عمال اشتغل في 6 مشاريع وبحفر الزنكايه، وهتسلم بكره بعدها بيوم. ايه ده، المفروض الحته دي كانت تبقى ورا. يلا مش مشكله، ما علينا. الحته دي وانا في البيت يا جماعه بشتغل مع شغل الطروز. ده كان مشروع خط عربي، المفروض يعني زي طباعه على التيشيرتات. نرجع تاني لموضوع الزنك. هنا كنت بحفر المشروع بتاعي، انا نزلته على الانستجرام عشان روحوا شوفوه. عايزكم تعرفوا انتوا فهمتوا انا بتكلم عن ايه في المشروع ده. هنا بقى اشتريت الجرافز ده يا جماعه من ب 15 جنيه. هو الخامه بتاعته مش احسن حاجه، بس بصراحه حلو يعني، قضى الغرض يعني. يعني عشان انزل الزنكايه في الحمد وكده من غير ما تحصل اي مشاكل. لان انا تقريبا كنت، لا ده ايتشنج لسه ما كنتش بعمل الافوني، نهار ابيض. هنا بقى خلاص بقى يعني، هي اتحفرت خلاص، نزلتها ميه النار اللي هي الحمض يعني. وبنضف دلوقتي السيدون من عليها عشان ابدا اعمل تيست واشوف الدنيا فيها ايه اليوم ده بقى. السما كانت تحفه بجد. سبحان الله بجد كانت جميله يعني جدا. بجد يعني مش كده كمان، لا لسه هتشوفها في فيديو قدام شويه. وفي واحده احلى، وانا اصلا يعني من عشاق تصوير السما بجد، من عشاق التصوير بجد بتاع السما بامانه. هعرض لكم كذا حاجه كده، بس ما صورتش فيديو بالعرض، وهي بقى بالاضاءه الجميله اللي انا بكلمكم عنها. بس ممكن حاطط صوره ممكن اوريها لكم، او فيديو بالطول هوريه لكم.
هنا بقى خلاص تقريبا كنت بقفل حاجتي عشان اخلص. انا كده اول يوم بقى ما كنتش خلصت الطباعه، انا لسه كنت يعني انا لسه اشتغلت المشروع في يومين بالظبط، بس يعني طبعت وحفرت كله في يومين بالظبط. هنا بقى كان عندي مشروع الفرخ ده المفروض هيتسلم برضو يوم تسليم الحفر مع تسليم سكتش الخط العربي اللي انا لسه موريهولكم. فقعدت اشتغل على قد ما اقدر بصراحه فيها، انا ما خلصتهاش خالص بصراحه، بس يعني كنتيجه يعني مبدئيا من غير ما اخلصها كانت عاجباني جدا، وخدت درجاتها كمان. بس انا دلوقتي قاعد بكملها لان انا عايز اشوف اخر اللوحه ايه بصراحه. ده السكتش بتاع الخط العربي اللي كنت بقول لكم عليه، ما كملتوش برضو في البيت، ما لحقتش فكملته في السكن يعني. وهنا الزنكية بقى الحمض كان فيه مشكلة او مش حلوة او قوي يعني بمعنى صح، فحفر لي نقط كتير في الزنكية هوريها لكم دلوقتي. يعني هتلاقوا يعني انا دلوقتي مش بحفر، انا بقشط وبصقل الاماكن اللي انا مش عجباني، اللي مش عجباني قصدي. القشط والصقل ده يا جماعة بيبقى زي الاستيكة كده بس في الزنك، فاهمين قصدي؟ يعني النقط دي مش انا اللي حفرها، النقط دي مكان الحمض هو اللي بوظ النقط دي، مش انا اللي مبوظها. بس ما علينا يعني، ده كان تست طبعا. كده بقى انا جيت تاني يوم بكمل طباعة عشان خلاص انا دلوقتي كده المفروض بسلم. فقعدت بشتغل بقى، قعدت اعمل الالافونيا واستخدمت السبراي، مش الالافونيا اللي انا نزلتها لكم في فيديو هيطلع لكم دلوقتي المقايض بتتفرجوا عليه. استخدمت سبراي وده كان البديل اللي كنت بقوله لكم في الفيديو الاخير. هنا برضو بكشط حاجات، بكمل قشط وصقل حاجات مش عجباني، وبطبع هنا بقى يا فاينل يا تيست بصراحة مش فاكر. وخلاص كده انا بلم حاجتي خلاص لان انا فاينلت وجبت الحمد لله امتياز. بس نزلت لكم المشروع بقول لكم على الانستجرام، روحوا اتفرجوا عليه. وبس بنضف بقى ورايا عشان تبقى الدنيا نظيفه، ودي اهم حاجه بجد بجد. لو كل واحد بيعمل وراه كده محدش هيتعب خالص بجد في المطبعه. فالمهم خلصت يعني وكده، وطلعت بقى قابلت صحابي، ودي حاجه ما كناش متفقين عليها اصلا. وكلنا بره بقى واتفسحنا شويه. كلها بلا مبالغه. يا جماعة خطيئة بتعمل كده؟ سؤال مطروح للجمهور. وده الفاينل اللي انا سلمته للدكتور، وده اللي جبت فيه امتياز. ممكن زي ما قلت لكم تروحوا تشوفوا الصورة على انستجرام، هتلاقوا لينك في الديسكربشن بوكس. والتيك توك على فكرة انا على انستجرام وتيك توك كل يوم يوميا. يوتيوب وكمان انا ملتزم فيه الترم ده عكس اي ترم. وبكده الحمد لله الاسبوع الاخير عدى على خير. بس كده يا جماعه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وامتعكم. انا عارف ان هو ما فيهوش حاجات غريبه. المهم تشرب اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، ميري كريسماس.